السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة دفعة 2026. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتشتركوا في قناة التليجرام في الوصف. نزلنا على الدرس الأول فيزياء وملخص له. هنتكلم النهاردة عن الكيمياء والفرق ما بين خالد صقر وعبد الجواد. هتقولي انت عمال تطلع تقول مدرسين. فيديو الأحياء أنا قلت اللي حصل معايا، فيديو الكيمياء قلت اللي حصل، فيديو الفيزياء قلت اللي حصل معايا، والكيمياء انا هقرر لك ما بينهم، مش هقول لك بقى اللي حصل معايا. انت وبراحتك بقى، انت تختار براحتك. اول حاجه هنقرر ما بينهم الكتاب بتاع مستر عبد الجواد والكتاب بتاع مستر خالد صقر. الكتاب بتاع مستر عبد الجواد معظمه من كتاب مندليف. الكتاب بتاع مستر خالد صقر يبقى مجمع من كل الكتب، بيبقى مجمع يعني بس بتبقى ايه الافكار عاديه، يعني افكار كويسه زي اللي موجوده في اي كتاب، بس مركز على افكار عاليه في كل حاجه ما اعتقدش. يعني هو كتاب مستر عبد الجواد مركز على كتاب مندليف، كتاب مستر خالد صقر مجمع من كله. تاني حاجه المنصه، مستر عبد الجواد مشترك مع منصتين، اما مستر خالد صقر منصه واحده. فالحوار المنصتين بتاع مستر عبد الجواد ده بحس ان هي مش حاجه حلوه للطالب. في طلاب بيتشتتوا ما بين منصه والتانيه، وممكن مثلا الدعم هنا غير الدعم هنا. اما مستر خالد صقر فهي منصه واحده، فهو من حيث المنصه فهو مستر خالد صقر احسن علشان هي منصه واحده ومحدش متشتت وكل حاجه موجوده فيها. تالت حاجه وهو الشرح او طريقه الشرح اللي هو بيشرح بيها. انا شايف اللي هو مستر خالد صقر ومستر عبد الجواد الاتنين شرحهم كويس، بس مستر خالد صقر بحس اللي هو بيطول جامد في الشرح على مستر عبد الجواد، ومستر عبد الجواد بيجيب يعني ايه، بيكون جايب لك الافكار موجوده داخل الشرح، فانت يعني بيديك الفكره المثال بتاعها مش شرح على طول. فانا من حيث الشرح انا بفضل مستر عبد الجواد، بس في طريقه المراجعه. طريقه المراجعه مستر عبد الجواد ما بيراجعش زي مستر خالد صقر. مستر خالد صقر بيراجع لك، يعتبر بيراجع لك الدرس كله. امال مستر عبد الجواد لو جه يراجع لك بيراجع لك على النقاط المهمه، هيجي لك الحاجات الاساسيه ويراجع لك عليها. يعني دلوقتي معانا الشرح، انا بميل لمستر عبد الجواد. الحل او كميه الحل، لو انت تتكلم بقى على عدد الاسئله والحل، فهو مستر عبد الجواد بيحل تقريبا على الدرس فوق ال 150 سؤال. كتاب مستر خالد صقر معرفش تقريبا بيبقى حوالي 60 حوالي 70 غير يبقى على المنصه. فهم الحل الاتنين زي بعض، بس ممكن مستر عبد الجواد يزيد حبه صغيرين. الشرح الاتنين زي بعض، بس انا بميل ناحيه مستر عبد الجواد. المنصه مستر خالد صقر عشان هي منصه واحده، ويا ريت مستر عبد الجواد يبقى زيه كده. الكتاب قلنا كتاب مستر عبد الجواد عباره عن كتاب مندليف، كتاب مستر خالد صقر مجمع من جميع الكتب، والشرح زي بعض. بس المراجعه الاختلاف بقى، الاختلاف اللي احنا قلناه طبعا اللي هو ده بيبقى مجمع بيشرح لك كل حاجه من اول وجديد اللي هو مستر خالد صقر. امال مستر عبد الجواد بيجيب لك الحاجات الاساسيه. هتقول لي طب انت بتحب ايه؟ انا كنت بميل مستر عبد الجواد اللي هو ما تراجعليش على الدرس كله، انا مش عايز اخد المعلومه من اول وجديد تاني، انا عايز المعلومه اللي هي حاجات اساسيه في الدرس وخلاص. دي اللي هو لو انت عايز مقارنه هتيجي بقى تقول والتجربه وكده، فانا كنت واخد مع مستر عبد الجواد. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.